رائع. هاد الوصفة مستحيل تختم طويلتي الرمضانية. وصفة خفيفة ظريفة ما تسحق عجين ما فيها البيض. نروحو نديرو لاغاصات كيف عندي نص كاس تاع الماء تياد، نزيد لهم غرفة كبيرة تاع ليفور بولونجير، نص مغرفة السكر نخلطها مليح نخليها تخمر. المهم تخمر نزيد لها كاس وربع الحليب دافي، نص كاس تاع الزيت اللي كنت خلطت بين زيت زيتون وزيت سونغو، غرفة صغيرة تاع ليفور كيميك نزيد لها الملح، نزيد السانوج ونطم بالفارينة حتى تجيني عجينة هكذا. لازم تكون تتلاصق فريمون تتلاصق. خدمت غير بلا سباش ما مسيتش خليها تخمر. نجي ندير في ان بلون طرافاي شويه تاع لافارين، نحط العجينه تاعي. انا هنايا جاوني 3 خبزات متوسطين يقدروا يجوكم زوج كبار. نجي نفتحهم كيما راكم تشوفون على سمك 3 سنتيمتر. نجي ندير هاد لي تخي، ندير لها صفر بيضه مع الحليب، نجي نشبعها بواش حبيت. كيما انا هنا درت لو فرomage، درت له الزيتون، درت الزراره، درت السانوج، حبه الحلال، درت الزعتره. هذه ننصحكم ديروها. هنا مرة ما خمر اللي نديرو على فرن على 20 درجه، ونجي ندهنو بالزبده والمعدنوس والثوم. وهنا وجدت لي الخبز ديالي. شوفوا كيفاش جا خفيف، تقولي بريوش. صدقوني راكم مع وحده سيات شحال من غوسات تاع الخبز، وهذه هي انجحهم. سيوها وردوا لي بالخبر. بصحتكم.